أنا اعترفت في هذا الفيديو نتيجة إكراه. يا فندم في حاجة نتيجة الله مش نتيجة الله؟ لا أنا بتمنى حاجة غير أنت قلت ليه؟ قلت ليه؟ احنا بنتكلم؟ اتفضل. يا فندم أنا عايز الفيديو ده يتصور، الفيديو ده مقطوع. أنا كان معايا موكب، يعني كان موكب ما بينزلش مع رئيس الوزراء، كان معايا متابعات ومصفحات وكنت متجمس عليهم. يا محمود اتفضل يا فندم. الكلمتين اللي انت قلتهم دول كافيين ان انا اودي شريك اللجنه، صح؟ بعد إذنك. ولا تحت طب تاثير خلينا نتكلم ولا النص ولا ترتب؟ تمام أقول هذا لحضرتك. كبير. تمام انا بودي لجنه ثلاثيه تفحص الشرايط دي وتفرغها. طب أنا أقول لك عندي طيب. لو سمحت ما تتكلموش بقى. أكمل معاك. انا استخرجت المتابعه. أكمل معاك. حضرتك أنا نزلت في ما لا يقل عن 6 مدرعات 6 مرات، أنا الراجل اللي معايا ده واتعرفت عليه في النيابة. تحت كان في مدرعات وكنت منهم ونزلت ده كله تم يا فندم بعد 20 ساعة تحقيق. كنت قعدت 20 ساعه تحقيق. قعدت 12 يوم في راسلي بتعذيب. وحضرتك انا قعدت طول يصيرني في التعذيب تحت 20 يوم. حضرتك انا بعد كده طلعت يوم 5/3 من جازوغلي، قعدت مع اسلام بيه اللي هو معايا في التصوير 20 ساعه من الساعه 9 الصبح انا قعدت مع اسلام بيه 20 ساعه بدون مقاطعه، كنت بصلي بس بدون مقاطعه. ده طبعا كله سبب ايه؟ اضرار ماديه معنويه. كل ما كان حضرتك في ناس معانا اتطحنت بكل ناس عاملين يتكلم في الجازوغلي وانا منهم، وحضرتك شفتك دلوقتي انت رشاد بعد 6 شهور لسه معلومه فيه. بص حضرتك دي كان فيها صديق. انا مش عارف ضد الشرع يا محمود. طب الشرع يا فندم ده كاذب. انا بقول لك طب الشرع ده كاذب والشريعه حبيبي يقولوا بقى الكلام ده. ودي معايا اخويا. انا كبير ولا انت كبير. بعد اذنك انا عايزك تطلع المتهم رقم 21 واذن حضرتك رقم 16 خلاص يا محمود. طب اكمل المحاضرات حاجه حضرتك بعد ده كله دي ده احنا نثق في معادات المحكمه كمان، لكن في حاجه اهالينا بعد كل حاجه ما بيزورهمش ولا هم بيشوفونا. حضرتك هنيمه طيب حضرتك المره اللي فاتت يوم 31/7 طلعت تصريح ان احنا نزور، وانا كان عندي زياره يوم كمان ما حصلتش. دول انت حضرتك دلوقتي انا عايز لجنه من حضرتك مباشره تكشف علينا احنا بنقول قدام المحكمه والتصوير والكاميرات وتشوف اللي تاني معانا. حضرتك لو سمحت يا استاذ. حضرتك احنا لما قعدنا انا ما اعرفش اطلع كده ولا انا قاعد اقول كل يعني بعد اذن حضرتك قعدت 12 يوم في الدكتور. بعد ال 12 يوم دول اول ما دخلت كان اخويا قعد 3 شهور ونص، دخلت ضابط امن الدوله قال لي خلي كل حاجه تمشي زي ما هي واعمل كل حاجه بمزاجي. قلت له يا فندم قال لي هشيل نادي العام. قلت له طب ليه مش ظلم؟ قال لي هشيلها انا هشيلها. وانا عاوز اقول لحضرتك في هنا في المحكمه امين الشرطه كان معانا في ظهر معذبنا، لو عايز حضرتك اطلعه هطلعه، بس عايز حضرتك يعني مش عارف هيحصل ايه لما ارجع السجن بعد ما اقول الكلمه دي. هو حضرتك الامين ده طلع هنا ورجع تاني، انا شايفه ومعذبني ومعذب اخويا ونص مصر جوه كلهم. وفي 3 كمان، بس انا هقول لك في واحد لو عايز نطلعه من وسط الاهالي والناس هطلعه. امين شرطه وبيكتب وراه الموظفه ورا الناس كلها بالكتاب. عايزنا نطلعه دلوقتي اطلعه، بس الحمد حضرتك احنا بنتمحن مقفول علينا الموضوع من رئيس المباحث من مأمور من والفيديو كان عبد الرئيس الكلام ده اللي يثبت في المحكمة بعد اذن يا ريس كان يقول الايام فيما تعرض هذا المتهم لو سمحت. طب ثانية بس آخر دقيقة، حضرتك اديني قدام الناس كلها قدام الكاميرات صاعد وقعدني مع أي واحد اختاره صاع كهرباء، أخليه يقول لك أنا اللي أخدت السبب. صاع إحنا اقتحمنا كهرباء. معانا كهرباء تقضي مصر لمدة 20 ساعة 20 سنة. يا فندم غير كده
الفيديوهات ديت كامله كلها نتيجه الكبار. صورنا يوم تقريبا 26/2 او 27/2 في امن الدوله في كازوزو. انا صورت انا الصوره. سمعت لك اللي انت عارف. يا فندم بعد اذن حضرتك قولنا عن كله، احنا يا فندم وجودنا احنا كده كده يعني ضايعين بس بنثق على حضرتك. تمام؟ احنا يا فندم انا المتهم برقم مصر، المتهم بقتل هناك عايز زي ما بقول. الكلام ده كله كان من الظلم. حضرتك بيقول لي انا سجل لي، بيقول لي انت عديت رئاسه صوره. حد يعدي دوله ونقطه من عاصمه يا فندم؟ يعدي. انا عديت سينا كلها ووصلت السوق منطقتي ورجعت ورحت غزه قعدت 3 شهور ورجعت. يعني في منطقه مين ده ولا فين الامن وفين الجيش فين الشرطه؟ يلا